ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله هنعمل عرق الروستو، هنعمله بطريقه حلوه جدا جدا وسهله وبيديكي نتيجه فظيعه، هتشوفوها ان شاء الله معايا في اخر الفيديو. بس لو انت اول مره بتشوفي قناتي اتمنى ان انت تعملي لايك وتدوسي على كلمه اشتراك وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعي النهارده. اول حاجه كده معايا عرق روستو، انا جايباه من عند الجزار، انا لفيته هنا في البيت. ان شاء الله هبقى اوريكم طريقه لفه برده في فيديو تاني. لفيته كويس جدا جدا عشان ما يكشش معايا واحنا بنسويه ويفضل بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنا هجيب بقى السكينه واعمل فتحات كده زي ما انتوا شايفين بس غويطه شويه، وهجيب فلفل اسود حصى وكمان توم يكون فريش، يعني فصوص توم كده، احط الفلفل واحط التوم معاها على طول. هيديكي طعم وريحه مش قادره اقول لك عامله ازاي، حاجه كده فظيعه ان شاء الله تعجبك جدا جدا لو عملتيه بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي. بفضل بقى اغرس فيه كده بالسكينه واحط في كذا ناحيه عشان يبقى كله متطعم معايا بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. اسفه جدا على تاخيري في الفيديوهات، بس بصراحه يعني قله التفاعل اللي رجعنا ليه تاني دي مكسلاني ان انا اصور، واتمنى ان انتوا كده تعملوا لي لايكات كتير عشان الفيديوهات تترفع وتشيروا الفيديوهات بتاعتي على قد ما تقدروا، عشان ان شاء الله نتم 5000 مشترك قريب، وان شاء الله نعمل احتفال كده بال 5000 مشترك الجداد اللي عندي. زي ما انتوا شايفين كده كل شويه في كل ناحيه بعمل فتحات واحط الفصوص حبوب الفلفل الاسود وفصوص الثوم. بعد كده بقى جبت هنا معلقه كده من الملح على معلقه من الفلفل الاسود، وهبتدي ابهر بيه العرق كله من بره. وعايزه اقول لكم حاجه يا بنات، اهم حاجه في الاول خالص تكونوا منشفين العرق الروستو كويس جدا بمناديل، ما تخلوش ولا نقطه ميه فيه. بعد ما بهرته بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، جبت بقى صينيه عندي كده حطيت فيها معلقه زيت وحته كده حلوه من الزبده، وهبتدي بقى ادي العرق ده صدمه ولون على كل ناحيه شويه، عايزاه يتبهر معايا، عايزاه ياخد لون معايا حلو جدا جدا عشان النتيجه في الاخر هتبقى حلوه. بدات بقى احط له ورق لورا، حطيت عود قرفه، حطيت كمان روزميري كده، انا مش عندي فريش فحطيت مجفف، وحطيت الفلفل والثوم اللي فاضوا معايا وحبهان، وكمان هحط طماطم وجزر، يعني نكهيه كويس جدا. لو عندك كمان عودين كرفسك يا سلام بقى، لو حطيتيهم بيدوكي نكهه حلوه جدا جدا برضو. على قد ما هتديله كل ما تديله الحاجات دي هيديكي ريحه حلوه جدا جدا وطعم تحفه. هفضل بقى بصوا بدا ياخد لون من الناحيه دي، هقلبه على الناحيه التانية واقلب برضو الخضار اللي احنا حطيناه عشان ما يتحرقش معايا. انا عايزه الخضار ده يتشوح مع كل الحاجات دي، وشايفين اللون اللي في الصينيه من تحت ده انا عايزاه. اللون ده هيطلع معايا بعد كده وهيديني طعم تحفه، وهتشوفوا معايا في اخر الفيديو. لو تتفرجي لغايه دلوقتي ولسه ما حطيتيش لايك، اتمنى ان انت تنزلي تحطي لي لايك واشتراك في القناه وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. بصوا اخد لون من جميع النواحي كده، وكمان وقفته على الحروف بتاعته عشان برضو ياخد معايا صدمه. وبعد كده اجيب بقى ميه مغليه من الكتل واحطه. احط قد ايه ميه؟ هغطي نص العرق بالظبط بالميه، يعني هنا عندي ما كفتش، حطيت حبه تاني لغايه ما توصل لغايه نصه. وكل شويه هاجي اقلبه على الناحيه التانيه، يعني كل كده 10 دقايق ربع ساعه اجي اقلبه على الناحيه التانيه. هيغلي غلوتين واروح موطيه عليه. طبعا لازم تغطوه. هنا بقى هعمل كمان صينيه جلاش، هنعمل صينيه جلاش حلوه قوي قوي، هنعملها كده بحشوه البيتزا، يعني هنعملها زي البيتزا بالظبط. بصوا هنا بقى هدهن الصينيه كده حبه من الزبده حلوين، وبعد كده اجيب ورق الجلاش اللي عندي افرده كده في الصينيه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. عايزه اقول لكم ان انا لقيت الورقه مكسره خالص، بس برضو هنتصرف ان شاء الله وهنعملها بطريقه حلوه. بحط نص الورقه من جوه ونصها من بره، بلف الصينيه كلها بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وما بين كل كام ورقه كده بحط دهنه من الزبده حلوه عشان يطلع معايا مورق وطعمه حلو. بصوا هنا خلاص عملت حروف للصينيه كلها. هبتدي بقى اجيب الزبده بتاعتي برضو وادهن كده الجلاش بتاعي. الطريقه دي حلوه قوي في الجلاش، جربوها بتديني كده نتيجه حلوه جدا جدا. انا كل مره بعمل الجلاش باللحمه المفرومه او بعمله بالسوسيس، النهارده بقى قلت يعني يبقى حشوه مختلفه كده النهارده، وبرده يبقى تجديد. حطيت هنا نص ورقه الجلاش من تحت، وبصوا بقى محضره فلفل الوان وبسطرمه وزيتون، قلت بقى يعني اعملها كده مشكله. حطيتهم بقى كده طبقه حلوه كده على الجلاش اللي احنا حطيناه، بعد ما حطيت نص الورقه بتاعت الجلاش من تحت. كمان هحط عندي ميكس جبن. الجبن دي انا اول مره استخدم النوع ده، اسمه خيرات. ان شاء الله هنجربه مع بعض في كذا حاجه واقول لكم رايي فيها، وان شاء الله بسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف لو عايزين تتواصلوا وتجيلكم لغايه البيت.
بصوا حطيت هنا بقى ميكس جبن، ده شيدر على رومي على موتزاريلا. هبتدي ان انا احط بقى كده كميه حلوه من الجبن. طبعا دي على حسب رغبتك انت، عايزه تعملي كده ماشي، مش عايزه ماشي، مفيش اي مشكله. هنا كان فاضل عندي حته موتزاريلا من نوع تاني برضو، قلت احطها، يعني قلت كده ايه اعملها لهم النهارده كده متكلفه كده ومتوضبه. بعد كده هعمل ايه، هبتدي بقى الم كل الحروف اللي احنا عملناها بتاعه الجلاش. هنا كان عندي الحبه المقطعين دول برضو مش هرميهم، بدات ان انا احطهم كده من جوه. وبعد كده بقى اجيب طبقه طبقه احطها وادهنها. طب هندهن طبقه طبقه ليه؟ عشان تطلع معايا مورقه كده ومورقه كده وجميله. بصوا زي ما انتم شايفين ابتدي ادهن كل طبقه هحطها ادهنها. بعد كده هنعمل ايه، استني كده معايا على الفيديو وهتشوفي هنعمل ايه. هنعمل حاجات حلوه قوي قوي النهارده، وفيديو النهارده بسيط وشكله شيك جدا جدا في التقديم وحاجات بسيطه، بس عملتي سفره حلوه قوي. شايفين كل ما بحط طبقه كده بدهنها عشان تطلع مورقه، ما يطلعش معايا ناشف ومجلد. الطريقه دي جربوها هتعجبكم جدا. خلصت هنا اخر طبقه هنا برضو هدهنها، وبعد كده اجيب بقيه الجلاش اللي عندي واحطه برضو بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها، بنفس الطريقه اللي هي ايه، نص الجلاش من بره ونصه من جوه، نصه من جوه بره ونصه من جوه، عشان نلم بيه الجناب، عشان الجبنه دي ما تسحش وتنزل معايا من الحروف وتتحروق معايا. طريقة سهلة قوي قوي يا بنات، جربوها هتعجبكم ان شاء الله، وتقولوا رأيكم في الكومنتات. ولو اول مرة بتشوفوا قناتي يا ريت تعملي لي لايك وتدوسي على كلمة اشتراك، وما تنسوش يا بنات بالله عليكم اللايكات بترفع الفيديو معايا جدا. خلاص كده بدأت بقى اجيب الحروف اللي من بره دي كلها ادخلها على جوه، عشان تقفل لي الجناب بتاعة الصينية، ما تخليش اي حاجة من الصينية تخرج بره. سهلة قوي قوي وبسيطة، وبتديكي نتيجة فظيعة. خلاص هنا هدهن برضو كده كويس، وبعد كده اجيب اخر حاجة برضو احطها. دي اخر ورقه معايا برضو هقفل بيها كويس قوي، عشان لو في حاجه ما اتقفلتش معايا كويس دي بتبقى ايه قفلت الدنيا معايا. تمام كده. خلصنا كده الجلاش، رص الجلاش كله هندهن بقى الوش بتاعه دهنه كده محترمه، والحروف بتاعته ندهنها كويس جدا جدا، ونقطعها بالسكينه. انا هقطعها هنا مربعات، انت على حسب ما انت عايزه تقطعيها قطعيها مفيش اي مشكله. وبعد كده هدخلها تكون فرن سخن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. انا دخلتها من غير ما احط لها اي حاجه خالص، واستنوا شوفوني كده هنعمل فيها ايه تاني. بعد كده هنا جبت بصلايه كده كبيره، قطعتها زي ما انتم شايفين مكعبات صغيره، فرمتها كده على ايدي على طول. قلت بقى مش لازم اطلع الكبه على بصلايه. وحطيت حته زبده ومعلقه زيت، وبدات انزل بقى كده بعودين قرفه، كام ورقه من ورق اللورا، معلقه من القرفه الناعمه، معلقه كبيره من الكركم، كمان فلفل اسود وحبهان وكوبيبه صيني. هنقلب بقى كل المكونات دي، وكمان حطيت معلقه كبيره من السكر زي ما انتم شايفين كده. هتقلي السكر على البصل والتوابل، هتديني كرمله للبصل بتاعتي وهتديني طعم حلو قوي قوي. كمان جبت مكعبين كده من المرقه، لو انت عندك شوربه استغني عن المرقه. هنعمل حبه رز كده مبهرين تحفه، نقدمها مع عرق الروستو ده، هتديكي نتيجه حلوه قوي قوي قوي. شوفوا كده الفيديو وقولوا لي رايكم في الكومنتات، بتشجعني جدا جدا ارائكم والكلام اللي انتوا بتقولوه لي حلو. حطيت كمان معلقه من دبس الرمان، برضو بتدي طعم ومزازه كده للرز حلوه قوي قوي. بعد كده بعد ما شوحت كل التوابل وريحتها طلعت، حطيت ميه مغليه وبدات انزل بالملح، اظبط الملح بتاعي. الميه هتغلي هروح نازله بالرز، كميه الرز اللي انت عايزاه تنزلي بيها. خلاص كده هنسيب الرز يغلي وبعد كده نوطي عليه. بعد كده هنا بعد ما حطيت الجلاش لغايه كده ما تشمع، جبت هنا كوبايه من اللبن وبيضايه ومعلقه من البيكنج باودر، وكمان رشه من الفلفل الاسود ورشه من، هربهم كويس جدا جدا او هضربهم كويس جدا جدا بالشوكه كده. وهجيب بقى صينيه الجلاش بتاعتي من الفرن وابتدي احطها عليه. بس لازم تكون الجلاش اخد نص تشميعه كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى هنزل كده باللبن على الجلاش، اسقيه كله، ولو في كده كتير يعني لو في فايض من فوق هعمل كده الفراغات ما بين الجلاش عشان اللبن يدخل فيه. تمام كده. وهرجعها تاني الفرن برضو على نفس درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. هنا كان عندي عرق الروستو ما شاء الله استوى، ما خدش معايا وقت. وهشيل بقى هنا ايه، هشيل ورق اللورا واشيل ال القرفه الخشب عشان انا مش عايزاها، واشيلهم خالص. وبعد كده اخد الخليط ده كله احطه في شفشق الخلاط او بالهاند بلندر على حسب المتوفر عندك، بالميه بالخضار بتوعه بكل حاجه. هضربهم بقى هنا ضربه حلوه لغايه ما ينعم معايا قوي. هفضل اضرب فيه كده لغايه ما ينعم معايا، وبعد كده هصفيه. لازم تصفيه عشان هنعمل بيه صوص تحفه، طعمه خطير يا بنات، جربوه حلو قوي قوي. انا ما حطيتلوش بقى ولا اي توابل ولا اي حاجه، هو في الملح بتاعه والتوابل وطعم اللحمه كده نزل فيه حاجه فظيعه. بعد كده هنا بصفيه زي ما انتم شايفين كده في مصفى تكون ضيقه جدا، عشان مش عايزه اي شوائب معايا فيه. على بقى ما
لسه بقى هنروح نعمل الصوص، بس قلت هنا نقطع العرق، ايه كان برد شويه قلت نقطعه. يعني والله انتوا هتشوفوه بيطلع دخان، ما كانش برد قوي قوي عشان انا ما عنديش وقت، بس ما شاء الله طالع تحفه. بصوا الجمال، كل ما هتقطعيه رفيع كل ما هيديكي نتيجه حلوه جدا جدا، وهيعمل معاكي كميه تكفيكي في عزومه حلوه. حلو جدا، بصوا ما شاء الله تحفه. هفضل بقى السكينه، اهم حاجه تكون السكينه اللي معاكي حاميه عشان تديكي النتيجه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا ما شاء الله، ولا فرط ولا اتهرى ولا طلع كده مفتفت ولا اي حاجه، طالعه الطرنش زي ما هو سليم، تحفه، طالع حلو جدا جدا ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف كده كميته طلعت قد ايه. بصوا ما شاء الله رمى معايا كميه قد ايه عشان تقطيعته رفيعه وشكلها جميل. شايفين الثوم كمان فيها عامل ازاي. هنا بقى جبت معلقه من الزبده ومعلقه من الزيت، هحطهم كده على النار وانزل عليهم بمعلقه من الدقيق. هنعمل ايه هنا؟ هنعمل الصوص بتاع اللحمه. عايزه اقول لكم ان الصوص ده طلع تحفه تحفه، طعمه خطير بجد. ممكن تحطيه كده فوق اللحمه على الرز هيبقى طعمه حلو جدا، ممكن تحطيه في بولات كده، بيبقى طعمه حلو قوي. يا دوبك شوحت كده الدقيق بس ريحه الدقيق طلعت، ونزلت عليه بالصوص اللي احنا صفيناه، ياخد غلوه واحده بقى ويوصل للسمك اللي انتوا شايفينه ده، تحفه. بصوا هنا الرز طالع بقى عندي مفلفل وجميل ازاي، حلو قوي قوي ولونه فظيع ما شاء الله. الحاجه طالعه حلوه قوي، والفيديو ما اخدش وقت، وكمان الحاجه اتعملت معايا بسرعه، وكان شكلها كده مشرفني في التقديم، حلو جدا جدا. بدأت بقى ان انا احط الرز كده بالطريقه دي، وكمان هحط بقى ايه اللحمه كده على حروف الطبق، يعني ندي كده شكل. بصوا ما شاء الله الثوم والفلفل تحفه، طعمها حلو قوي قوي قوي، فظيعه. جربوها يا بنات بالطريقه دي هتعجبكم جدا، وكمان ممكن تعمليها في عزومه هتبقى حلوه قوي قوي وتشرفك كده قدام ضيوفك ان شاء الله. هنا حطيت كده بوله في النص، وابتدي انزل بالصوص كده في النص، يعني قلت يبقى شكل كده في التقديم. وتعالوا نشوف الجلاش كمان بتاعنا بعد ما طلع. بصوا بقى الجمال، شايفين شكل الجلاش تحفه ازاي، وطعمه فظيع، وطالع كده طري من جوه ومقرمش كده من بره، طالع تحفه. بس انا طبعا مش عارفه اتحكم في التقطيعه بتاعته، لانه طبعا هو سخن، يعني انا لسه جايباه من الفرن على طول، وقلت اقدمه معاكم على طول. بصوا ما شاء الله، والجبن بقى سايحه فيه خالص من جوه، يعني حاجه كده بقى مش قادره اقول لكم، حاجه كده سايحه ونايحه بجد، تحفه تحفه، هتعجبكم جدا جدا لما تجربوه. بصوا الجمال. تعالوا بقى نقطع كده الجلاش ونقدم الاكل بتاعنا، وكمان عملت شوربه شعريه جنبيهم، قلت برضو يبقى حاجه كده سخنه، وبطاطس محمره. بصوا بقى، يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وتقولوا رايكم في الكومنتات، ولو انت اول مره بتشوفيني يا ريت تعملي لايك وتدوسي على كلمه اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك الله. وما تنسوش يا بنات اللايكات للفيديوهات بترفعها جدا جدا، وكمان كومنت حلو زيكم كده بيشجعني.